السلام عليكم يا جماعة، ان شاء الله هقول لكم على كام حل كده نجرب عشان لو الفراخ بتاعتكم بتاكل البيض. على طول كده. لو عندكم فراخ بتاكل البيض، اول حاجة هتعملوها يا جماعة هو ده الحل الاولاني. ممكن يتهيأ لكم ان هو مش حل، بس هو حل سهل خالص، وان شاء الله هو اكتر حاجة هتجيب معاكم نتيجة. اهم حاجة يا جماعة، اول حاجة هتعملوها هتجيبوا صندوق او قفص، او قفص بلاستيك او قفص خشب او اي حاجة يعني كبيرة كده يا جماعة، وتحطوها في مكان عالي وتحطوا فيها قش. ليه بقى؟ الفراخ ما بتحبش تقعد الا في المكان العالي، ما بتحبش تبيض غير في المكان العالي، فلو انتوا سايبينها تبيض في الارض كده، دي اول حاجه بتخلي الفراخ تاكل البيض. لازم المكان اللي بتبيض فيه يكون مكان عالي شويه. لو لاحظتوا يا جماعه، الفراخ كلها حتى لما بتيجي تنام بتختار اعلى مكان في الاوضه وتنام فيه، سواء كان فرع سواء كان يعني اعلى مكان، عشان بس ما اطولش عليكم. اعلى مكان في الاوضه هي بتروح تنام فيه، فالفراخ بتحب تنام في المكان العالي. وكمان ما تديلهاش فرصه ان هي تبيض على الارض وتنكش في البيض، لازم تتعود ان هي تبيض في مكان عالي. صحيح الحل ده مش هيجيب النتيجة من أول مرة، هو هيجيب نتيجة من أول مرة بس مش نتيجة كلية. يعني هتلاقي أكل الفراخ للبيض يقل بالتدريج لحد ما ينسوه تماما. مع الحلول اللي انا هقولها دي برضو، ده يعتبر مش حل، يعني مش هتعملي حاجه، هو حاجه بسيطه ان انت هترفعي المكان اللي بتبيض فيه وتحط فيه اهم حاجه يا اما قش يا اما نشاره. برضو تكوني حاطه فيه طوبه مثلا ولا حاجه، بحيث ان هي المكان ده يبقى تقيل، ان الفراخ لو نطت فيه الصندوق ده والقفص ده ما يتقلبش. لازم يكون في مثلا طوبة وتحط فوقها شكارة وتحط فيها قش او تبن او نشارة، اي حاجة موجودة عندك، المهم ايه؟ حاجة تكون طرية كده الفراخ تحب ان هي تبيض فيها. فالملخص يعني ان انت لازم تعودي الفراخ ان هي تبيض في مكان عالي، او ما تسيبهاش تبيض على الارض، او المكان اللي بتبيض فيه ما يكونش على الارض، يكون في مكان هادي وعالي. هتلاقي الفراخ كلها ان شاء الله تطلع تبيض فيه، هتتسابق ان هي تطلع تبيض فيه طالما هو فيه قش وفي مكان عالي. وطبعا يبقى بعيد عنهم بحيث ان هي تبيض وتنزل، مش ما تبقاش يعني المكان اللي بتبيض فيه هي المكان اللي قاعدة فيه وتنكش فيه وتاكل البيض. لازم يبقى مكان تاني، يعني مكان عالي بتبيض وتنزل وتلم البيض اول باول، ما تسيبوش لتاني يوم ولا حاجة، عشان لو هم هيجوا يناموا في المكان العالي ده هيلاقوا البيض هينكشوا فيه برضه. لا، اول ما يبيضوا ان شاء الله تلميه، يعني ما تسيبوش لتاني يوم ولا حاجة، لان هم هيطلعوا يناموا في المكان العالي ده. طيب، ده الحل الاولاني عشان ما اطولش عليكم. الحل التاني، لو عندكم يا جماعه اي حاجه راقده، القشر بتاع البيض الفائز ده ما ترموهوش. القشر ده بيبقى طعمه وحش خالص، او البيض ده القشر البيض ده بيبقى طعمه وحش خالص، اي نوع طيور ما بتحبوش. فانت ما ترموش، اديهولهم عشان يعرفوا الطعم الوحش في القشر ده. ان شاء الله برضو الحل ده يخليهم برضو يكرههم في اكل قشر البيض والبيض. آه، طبعا ده بعد الحل الاولاني. طيب فرضا ان انت ما عندكيش حاجه راقده او نايمه، هتيجي بقى للحل الثالث. هو انت هتجيبي عشبة نبات الخردل من عند العطار، وهتغليه في مية قليلة علشان المرارة بتاعته تكون مركزة، يعني ما تكونش يعني مش ما تحطيش مية كتير بحيث ان هي ما يبقى مخفف، لا، هيبقى مركز ان شاء الله. وتنزلي قشر البيض اللي فيه، وبعدين آه، ما تغسلوهوش ولا حاجه. تجيب القشر ده وهو بالطعم الوحش ده، نبات الخردل ده يا جماعه الفراخ بتكره ريحته وطعمه جدا، وهتحطيه هترميه للفراخ اللي بتاكل البيض دي. ان شاء الله ساعتها هتلاقي الفراخ بتبعد خالص عن القشر البيض وتكره اكل البيض. بس اهم حاجه يا جماعه، اهم حل في الحلول دي كلها، ان انت زي ما قلت كده الحل الاولاني تحطي تعملي قفص عالي والفراخ تطلع تبيض فيه وتلميه اول باول. او ان انت ما تخليش الفراخ تبيض على الارض، والمكان ده يكون هادي. ده اهم حاجه هتجيب معاكي نتيجه ان شاء الله من اول مره هتعمليها. وحاجه مهمه برضو، ان لازم يكون فيها قش او تبن او نشاره، ما يبقاش مكان كده عالي وخلاص. هتفرشي حاجه مثلا قماشه عندك قديمه او شكاره وتحطي فيها فوقها الحاجه الطريه دي هتحفز الفراخ جدا
ان هي تطلع تبيض فيها. هتبدأي الموضوع ده امتى؟ اصلا من قبل ما الفراخ تبشر بالبيض، يعني على عمر 5 شهور، 5 شهور الا شويه كده. الفراخ كلها بتبشر بالبيض عند عمر 5 شهور، فانت قبلها بشويه هتعودي الفراخ على كده. او حتى لو الفراخ كانت بتاكل عندك البيض ومن فتره، اعملي الطريقه دي وان شاء الله والله هتجيب معاكي نتيجه فوريه ان شاء الله. ده اهم حل. الحل الرابع ده بقى يعني ده اصحاب المزارع البياض هم اللي بيعملوه. في مكنه كي للمنقار. بيجيبوا الفراخ اصلا وهي كتكوت، الفراخ اللي هي بتبيض بيبقوا واخدين طبعا البرابر مش الديوك، ومن وهي صغيره ومن وهي كتكوت بيحطوها على مكنه كي المنقار. المنقار اللي فوق ده بيقصوه او بيكوبه، يعني هو بيتقص ويكوي في ساعتها عشان الفراخ ما تنزفش يعني دم. بيكوا المنقار اصلا منه الفراخ ديت وهي كتكوت. طبعا احنا انا بتكلم على تربيه البيوت، احنا مش هنعمل الكلام ده. فالحل الاولاني هو اكتر حل هيفيدك ان شاء الله، وهتجمعي بيض من اول مره. اول ما هتعمليه ان شاء الله هتجمعي البيض ان شاء الله. بس اهم حاجه يا جماعه بركز عليها ان هو يكون في مكان عالي، بحيث ان الفراخ تبيض وتنزل، مش تبيض وتقعد. يعني ما يبقاش المكان العالي بسوة يعني يبقى مكان كبير جدا بحيث ان انت تسمحي للفراخ ان هي تقعد فيه، لا. هيبقى مثلا ترابيزه او حاجه قديمه عندك بس تكون عاليه وفوقها القفص ده وفيه طوبه عشان يتقله. ده اهم حل انا باكد عليه، عشان هو ده اكتر حل هيجيب نتيجه ان شاء الله. الحاجات التانية كلها حاجات مساعده، اما ده هو ان شاء الله اللي هيجيب معاكي نتيجه. ويا رب تستفادوا ان شاء الله وتجربوا، وبقولوا لي في التعليقات لو